كلنا عندنا حاجة بنعملها في وقت فراغنا، ويمكن كمان بنقضي فيها وقت طويل جدا واحنا بنعملها من غير ما نحس بالزهق ولا الملل. زي الرسم، الكتابة، التصوير، التصميم، القراية، الطبخ، حتى الألعاب. بنقضي فيهم وقت طويل جدا من غير ما نحس بالزهق. تخيل بقى الحاجة اللي بتحسسك بالسعادة وبتحسسك بالراحة تقدر تحولها لمصدر دخل إضافي تحسن بيه وضعك المادي. في الفيديو ده أنا جايب لك 5 خطوات عملية واضحة تقدر بيها تحول مصدر السعادة دي إلى مصدر دخل إضافي ليك تحسن بيه وضعك المادي. الخطوة الأولى هو إنك تحدد الهواية القابلة للربح عندك. مش كل الهوايات تقدر تحولها لفلوس بسهولة، وده عشان تعمله لازم تعمل عملية فلترة الأول عن طريق 3 أسئلة. السؤال الأول هو إنك تسأل نفسك، هو في ناس كسبت فلوس من الهواية دي ولا لأ؟ في ناس باعت الهواية دي ولا لأ؟ المنافسة مش حاجة وحشة، المنافسة دي أكبر دليل على إن في سوق وعلى إن في ناس مستعدة تدفع مقابل الخدمة دي. السؤال التاني هو فعلا الهواية اللي عندك بتحل مشكلة؟ فعلا بتقدم قيمة حقيقية للناس ولا لأ؟ زي مثلا هواية مصمم الجرافيك، هو بيحل مشكلة. الشركات الصغيرة عندها مشكلة في اللوجو بتاعها، عندها مشكلة في الإعلان بتاعها، تقدر تقدم الحل وتاخد مقابل فلوس. هواية الطبخ مثلا بتحل مشكلة الموظف المشغول دايما في شغله، مش قادر يطبخ ولا عارف حتى يطبخ، وما عندوش حد يطبخ له أكل صحي وأكل بيتي. فأنت بتحل المشكلة دي وهو مستعد يدفع فلوس مقابل إن المشكلة بتاعته تتحل. السؤال الثالث هو فعلا الناس مستعدة تدفع فلوس مقابل القيمة دي ولا لا؟ اعمل بحث صغير كده، بحث سريع على انستجرام وجروبات الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى منصات زي مستقل وخمسات، وتشوف الناس اللي بتقدم نفس الخدمة، وتشوف العملاء بتوعهم، وتشوف التقييمات، وتشوف التسعير. الحاجات دي كلها والبحث السريع اللي انت هتعمله ده هيدي لك خلفية كويسة عن الخدمة اللي انت هتقدمها او المنتج اللي انت هتقدمه. الخطوة التانية انك تبدأ بأصغر منتج او أصغر خدمة عندك. الفكرة هنا انك تقدم نسخة بسيطة جدا من الخدمة بتاعتك او المنتج بتاعك. اكبر غلطة بنعملها ان احنا بنحاول نبني مشروع ضخم من البداية، في حين ان احنا لازم نبتدي صغيرين عشان تقدر تختبر السوق بتاعك، عشان تقدر تجيب اول عميل، والعميل ده شرط ان هو يكون عميل سعيد وفرحان ومعاه تقييم ايجابي. زي مثلا هواية الطبخ اللي احنا قلنا عليها، مش مهم انك تفتح مطعم في الاول، ولكن مهم انك تبتدي بابسط حاجة عندك. ابتدي بوجبة واحدة ولو تكن حتى حلويات، تقدر تبيعها بقى للناس اللي حواليك، الدايره المحيطه بيك، زمايلك في الشغل، في نهايه الاسبوع حتى. مش شرط انك تعملها كل يوم، لكن تقدر تجس النبض، تقدر تختبر السوق اللي حواليك وتشوف فعلا الجوده بتاعت خدمتك، الجوده بتاعت المنتج بتاعك كويسه ولا لا، محتاجه تطوير ولا لا. وبعد كده من الرأي بتاع العملاء، من تقييمهم للمنتج بتاعك أو الخدمة بتاعتك، واسمع لهم كويس، لأن التقييم الإيجابي ده هيقدر بعد كده يجيب لك عملاء تانيين. العميل الاولاني اللي فرحان وعنده تقييم ايجابي ليك لخدمتك هيقدر يجيب لك عملاء تانيين يشتروا نفس الخدمة او المنتج اللي عندك، وبكده هتقدر تكبر قاعدة العملاء بتاعتك، وتقدر واحدة واحدة تكبر مشروعك التجاري. الخطوة الثالثة انك تسعر الخدمة بتاعتك وتسعر المنتج بتاعك من غير ما تظلم نفسك. ما ينفعش تقول اصل دي هواية ما ينفعش اخد فلوس كتيرة منها، ده اكبر فخ ممكن تقع فيه. المشكله هنا هو ان احنا ما بنعرفش نسعر الخدمات بتاعتنا. وفي نصيحه صغيره كده، انك تشوف المنافسين بتوعك اللي بيقدموا نفس الخدمه بتاعتك او نفس المنتج بتاعك بيسعروا ازاي، التسعيره بتاعتهم ازاي. ولو شايف ان الجوده بتاعت خدمتك او الجوده بتاعت منتجك مقابله او منافسه للجوده بتاعتهم او قريبه من الجوده بتاعتهم، حاول تحط سعر ابسط منهم شويه، سعر اقل منهم شويه، عشان انت مبتدئ وتقدر تنافس بيه في السوق ده. الخطوه الرابعه انك ازاي تلاقي اول عميل. ابدأ دايما بالدايرة القريبة منك، ابدأ بدايرة عيلتك أو أسرتك، صحابك، زمايلك في الشغل. دي أكتر ناس هتدعمك في الأول وهتقدر تشتري منك الخدمة بتاعتك، خدمة مطلوبة بتحل مشكلة فعلا وفيها قيمة حقيقية. وحاول تبسط السعر في الأول. استغل السوشيال ميديا، استغل الحسابات الشخصية بتاعتك على السوشيال ميديا، اعرض عليها الخدمات بتاعتك، اعرض عليها المنتج، شوف آراء يا جماعة أنا عندي المنتج ده، إيه رأيكم؟ جربوا المنتج ده. حتى لو اضطريت في الأول إنك تعمل خدمات مجانية أو حتى منتجات كسامبلز بس كعينات بشكل مجاني، ده مكسب على المدى البعيد. تقدر من خلاله انك تكسب قاعدة عملاء كبيرة جدا من خلال الحاجات المجانية الصغيرة اللي مش هتأثر عليك. معظم الشركات الجديدة او معظم المشاريع التجارية الجديدة في السوق او اللي نازلة بمنتج جديد عشان تقدر تنافس بتقدم خدمات مجانية ما تأثرش على التكلفة بتاعتها بشكل كبير. طبعا بيبقى فيه خسائر، لكن احنا هنا بنتكلم على الهواية اللي عندك. انت بتقدم الهواية اللي عندك كمشروع تجاري، كخدمة تجارية بتكسب منها فلوس، فممكن انك تقدمها الاول بشكل مجاني عشان خاطر
تقدر تكسب ثقة العملاء وتاخد تقييمات على المنتج او الخدمة بتاعتك. بمجرد ما هتلاقي مردود كويس او هتلاقي تقييمات ايجابية، ابتدي على طول الحسابات على المنصات العمل الحر، منصات زي اب وورك وخمسات وفايفر ومنصات مستقل العربية، تقدر تقدم من خلالها الخدمات لو كان المشروع بتاعك قائم على الخدمة مش قائم على المنتج، انت بتقدم خدمة مش منتج. وطبعا السوشيال ميديا هي اللي بتقدم عليها المنتجات. اعمل قناة يوتيوب، اعمل حساب على تيك توك، وقدم بنفسك المنتج، وحاول تتعاقد مع شركة توصيل عشان توصل المنتج بتاعك لو جالك عملاء من بره الدايرة بتاعتك او بره المدينة بتاعتك. وحاول تاخد تقييمات من كل عميل تسلمه الشغل بتاعك. ودي الخطوة الأخيرة، إنك تاخد التقييمات دي كلها وتشتغل عليها بشكل كويس جدا، تحاول تحللها وتحاول تطورها، لأن كل تجربة أنت بتمر بيها بتكسب منها. فكل تجربة أنت هتتعلم منها حاجة هتفيدك، حتى لو ما كانش العائد ده مادي، بل بالعكس التقييمات السلبية تقدر تفيدك إنك تطور من منتجك، تطور من الخدمة بتاعتك، تحسن السعر لو كان في أي تعليقات على السعر، تحسن الخدمة بتاعتك بشكل أكبر. ومع التحليل ومع التطوير ده كله أنت بتحاول تكبر قاعدة العملاء، بتحاول تكبر حجم المنتجات اللي عندك، حجم الخدمات اللي عندك، اكبر عدد ممكن تقدر تعمله. وبكده انت بتحاول تطور نفسك، وبتتطور فعلا بشكل كبير، وبتطور قاعدة العملاء بتاعتك، وبتقدر تستقل واحدة واحدة عن مصدر الدخل الاساسي، وهيبقى بعيد عن الوظيفة، وهيبقى بعيد عن الشغل الثابت او المرتب الثابت، وتقدر من خلاله انك تحسن وضعك المادي بشكل كبير جدا. ومعظم الفريلانسرز بدأوا بالطريقة دي، كل الناس بدأت بالطريقة دي اللي اشتغلوا في العمل الحر، شافوا الهواية اللي عندهم، عرفوا الهواية القابلة للربح ايه، بدأوا بأصغر منتج عندهم او اصغر خدمة عندهم، حاولوا يتطوروا، حاولوا يسمعوا للتقييمات بتاعت العملاء بتاعتهم، وعملوا تحليلات للتقييمات دي كلها، واشتغلوا على نفسهم كتير، وطوروا القاعدة بتاعتهم بتاعت العملاء، بدأوا يسوقوا للمنتجات بتاعتهم، ودلوقتي وضعهم المادي الحمد لله احسن بكتير. والامثلة كتير قدامنا، وامثلة كتير احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، ومنها صحابنا ومنها اصدقائنا ومعارفنا، وبنحاول ان احنا نعمل زيهم. فانت خد الخطوة من دلوقتي، لان اهم حاجة والخلاصة من الفيديو ده كله انك تبدأ، حتى لو كانت ورقة وقلم. هو الشغف اللي عندك ده، الهواية اللي عندك دي، لو انت مش بتحب كلمة شغف يعني وعندك مشاكل معاها، الهواية اللي عندك دي تقدر تتحول لمصدر دخل، بس عن طريق خطوات. تحويل الهواية لفلوس مش سحر، هي دي مجرد خطوات عملية واضحة مكتوبة تقدر تمشي عليها واحدة واحدة، وتقدر تتطور. ابتدي صغير وبعد كده كبر واحدة واحدة بشكل كويس وبشكل مدروس، وان شاء الله هتوصل للوضع المادي اللي انت بتتمناه، وربنا يوفقك باذن الله. ودي كانت ال5 خطوات لتطوير وضعك المادي عن طريق هوايتك او مصدر سعادتك، تحوله لمصدر دخل اضافي ليك. شكرا ليك، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.